السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم صادي يخدع بالماضي في كوت ديفوار بعد الإقصاء. إليكم التفاصيل. يستمر مشهد الغموض حول مستقبل الناخب الوطني جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري في ظل القبضة الحديدية الحاصلة بينه وبين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي. ويتساءلون كثيرون عن انقلاب جمال بالماضي على رئيس فافا وليد صادي بعدما أكد الأخير في كوت ديفوار تواصله لاتفاق مع المدرب الوطني يقضي بفك الارتباط وديا ليلة خروج الجزائر من الكان. وكشف الإعلام الجزائري إبراهيم حنيفة مستجدات هامة في قضية مستقبل جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري عكس ما روجت له التسريبات الأولى بعد منشور صادي على منصة إكس تويتر سابقا. وأكد مذيع برنامج أفريكا نشو على قناة الشروق نيوز أن مطالبة جمال بالماضي بكامل حقوقه المادية مقابل فك ارتباط وديا كان بسبب خدعة رئيس فافا وليد صادي. وأضاف المتحدث أن بالماضي لم يؤكد لصادي في فندق مدينة بواكي الإيفورية عقب الإقصاء من الكان تنحيه من العرض الفنية لكتيبة الخضر. وتابع أن الناخب الوطني كشف لرئيس فافا رغبته في الاستمرار على رأس العرض الفنية لمنتخب الجزائر رغم حديث صادي عن فك الارتباط وديا بسبب غضب فئة واسعة من الجزائريين عقب الإقصاء المر. ورغم التمسك بالماضي بمواصلة مسيرته مع المنتخب الجزائري، نشر صادي خبر اتفاقه مع المدرب جمال بالماضي على فك الارتباط وديا قبل أن يصطدم بمطالبة بالماضي بكافة حقوقه المادية حتى نهاية عقده عام 2026. وبحسب تقرير إعلامي عدة فإن ما زاد من غضب الناخب الوطني جمال بالماضي المتمسك بالتعويض المادي هو مباشرة رئيس الاتحاد للعبة مفاوضات مع مدربين منهم الفرنسي هيرفي رونار قبل إقصاء الجزائر. ونفت مصادر أخرى تلك التسريبات عن وليد صادي مؤكدا أنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة غرضها الاستمرار في الخلاف المالي الحاد الحاصل بين رئيس الفافا وجمال بالماضي. وبالنهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة.